النهاردة هنعمل مع بعض كيكاية من غير لا دقيق ولا لبن ولا زيت. طريقتها سهلة خالص ومقاديرها بسيطة برضو. أول مرة أعملها وطلعت هشة وطلعت ناجحة قوي. لأي بنوتة بقى ممكن تخش تعملها بطريقتها، يعني زي ما قلت لكم سهلة جدا. عايزة أقول لكم أنا مسجلة الفيديو ده بقالي بتاع أكتر من أسبوعين، بس بصراحة يعني علشان الأحداث اللي حصلت مع اخواتنا في فلسطين وكده، فكله نفسيته الحمد لله، يعني ربنا ندعي لهم كده، ربنا ينصرهم، ربنا يثبتهم. ففي دعاء كده لسيدنا محمد: أواكم الله، ثبتكم الله، نصركم الله يا حبايبي. فكلنا ندعي لهم كده، ربنا يثبتهم، كل أم وكل أي حد يعني شهداء بإذن الله، شهداء ربنا يثبتكم، ربنا يعني انتوا أبطال، والله والله أبطال. تعالوا حبايبي كده زي ما قلت لكم، تعالوا نشوفوا الكيكايه بتاعتنا دي. انا اول مره اعملها، طلعت طريقتها بقول لكم ناجحه قوي ومقاديرها بسيطه خالص، بثلاث مكونات بس، من غير ولا دقيق ولا لبن ولا زيت كمان. انا معايا هنا 3 بيضات. انا هفصل البيض عن الصفار، وعشان تفصليه بطريقه سهله خالص حطيه في التلاجة. حطيه في التلاجة بتاع ساعه كده وهتلاقيه بيتفصل معاكي لوحده. وهتضربي البيض، هتضربي الصفار، سبت الصفار لوحده، هضرب البياض وهرش عليه رشة ملح وهضربه ايه لغاية ما يعمل فوم حلو كده ابيض. ماشي. ومن اول مرة بقى بتشوفوني وبتتابعوني، ان عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تنوروني كده وتشتركوا معايا. وكل اللي يشوف الفيديو يدعي لفلسطين، كل اللي يشوف الفيديو ندعي لهم، حتى اللي ما شافش الفيديو ندعي لهم من قلبنا بكل حاجة. والله ما مفيش في ايدينا غير الدعاء ليهم، ربنا يثبتهم يا رب. بصوا حبايبي، انا عملت هنا فوم ابيض كده زي ما قلت لكم، عمل معايا فوم البياض. وهجيب معايا كوبايه سكر مطحون بودره. اضربيه في الكبه، اطحنيه، عندك سكر مطحون هتضربيه مع البياض، كوبايه سكر واحده. ومعايا هنا بقى ايه، ومعايا الصفار هحط ايه واحده واحده، واضربه برضو ايه مع البياض، انزله واحده واحده كده علشان الفوم بتاع بياض البيض ما يهبطش معايا، عشان دي من نجاح الكيكات. هضيعه خالص، يعني اضرب فيه لغايه ما يضيع خالص الصفار. ومعايا هنا بقى المكون السحري، معايا كوبايه نشا، كوبايه نشا يا بنات، خلي بالكم بتطلع بالنشا دي هشه كده وحاجه جميله قوي، هتعجب اولادك قوي. معايا خلاص، انا هوقف بقى المضرب، انا ما بضربش بالمضرب، انا وقفته وهقلب بس بالمضرب، هقلب كده على خفيف خالص. هضيع كوبايه النشا دي. كوبايه النشا دي حاطه معلقه بيكنج باودر عليها. عايزه اقولك برضو حطيت فانيليا على بياض البيض، فانيليا. مش حبايبي بتبقى بالطريقه دي، وهقلبها بالراحه خالص، بالراحه زي ما انتوا شايفين كده. دي عايزه نار هاديه، نار هاديه. هتشغلي البوتاجاز بتاعك على 160 كده وتسيبيه يهدى، يعني قبل منها ب10 دقايق. وبعد كده ايه هتدخليها على نار هاديه، على 160، على نار هاديه خالص. معايا بقى الصينيه بتاعتي دهناها زيت او سمنه، وايه وحاطه مبطناها بايه، بالنشا برضو، مش هبطنها بدقيق. ماشي. الكيكه دي تنفع حلوه قوي، قشطوطه تنفع، تعمليها تورتايه. هي عامله زي السبونش بالظبط. وبطلعها بقى بالشكل ده، بصوا مرتفعه ازاي. وبجربها بالخله كده، بجسها بالخله طلعت ما فيهاش اي حاجه، وطلعت هشه كده وحلوه. وبصوا بقى بتقطيعه جميله، جربوها هتعجبكم قوي، هتعجب اولادكم قوي. وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا معايا وتنوروني عشان القناه ان شاء الله تتفعل باذن الله. وزي ما قلت لكم طريقه الكيكه دي حلوه وسهله ومقاديرها بسيطه خالص. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تدعوا لاخواتكم في فلسطين، ربنا يثبتهم، ربنا يقويهم يا رب. بصوا بقى طالعه حاجه جميله، حاجه هشه زي ما قلت لك، تنفع تورتايه، تنفع توته. اشوفكم في فيديو جديد.